ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بس انت بتعملي ايه؟ ما وصلك الاوضه انت والعروسه الجديده يا اخويا. يا بنت عروسة ايه؟ انت الكل في الكل. طلقني يا محمود. هطلقك؟ بتقوليها عادي كده وانت معاشراني وعارفه طبعي وعارفه ان اللي بيمشي من حياتي ما بيرجع لهاش تاني. كنت فاكره ان عمرك ما هتيجي عليا ولا تقهرني. معاش اللي يقهرك يا بنت. انا عمري في حياتي ما فكرت ان انا ممكن اخلف من واحده تانيه غيرك. انا بس كل الحكايه ان انا نفسي فؤاد يشيل اسمي. نفسي اما انا اموت اسمي يعيش. ماشي يا اخويا، وانا مش عايزه احرمك من حاجه انت نفسك فيها، بس سيبني في حالي بقى. ما اقدرش يا بنت، ما اقدرش اسيبك. انا لو سبتك اموت يا هبله. طب اقول لك على حاجه، وعد بيني وبينك، انا لا هاخد خطوه في حاجه ولا هعمل اي حاجه في الدنيا دي الا بعد مباركتك وموافقتك. ها قلت ايه؟ روقي بقى. انت تعرف حاجه يا محمود؟ انت مش قلت انه بعت فلوس؟ طالما بعت فلوس يبقى انتوا لسه في دماغه وبيفكر فيك. طالما لسه في دماغه يبقى اكيد راجع قريب بامر الله. لا والله. يا محمود بعت فلوس، بعتها بعد الهنا بسنه. على فكره انا نفسي احمد يرجع اكتر منك مليون مره. اوعى تفتكر ان هو سهل عليا ان انا اصحى من نومي وامد ايدي جنبي عشان اطمن على جوزي ولا اختفى. اختفى هو وال10 سنين عشره. احمد مشي وسابني وفي رقبتي 3 عيال شايلاهم لوحدي وبطولي. وهو الواحد في الدنيا دي كلها عارف انا شايله ايه وعارف ظروفي عامله ازاي. وامر الله هيرجع، وبامر الله كل الايام دي هتتنسي والايام الحلوه كلها هترجع. يا رب يا محمود. بس انت دور كلامي تاني في دماغك بخصوص تهاني. ربنا يكتب لكم الخير ويبعد عنكم اي شر يا رب. ربنا ييسر الحال ان شاء الله. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.